السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ شكرا جدا على تعليقاتكم الحلوة على الفيديو اللي قبل دوت، واللي ما اتفرجش عليه يخش يتفرج. ولو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. هقدم لكم النهارده روتين جامد جدا، وهقول لكم كمان على النصايح ازاي شقتكم تفضل نظيفة في نفس الوقت، وازاي ما تاخديش من وقتك كتير وانت بتروقيها. ناس كتير بتقول لي انت على طول بتروقي، انت على طول يعني اقعدي شويه اهتمي بنفسك شويه والكلام دوت. اللي اتعود على النظافه وتعود على الترويق، انا متعوده على كده من وانا في بيت ابويا. حتى لما كنت بشتغل مثلا في المدرسه وارجع من شغلي، كنت يوم اجازتي لازم اروق شقه ابويا الله يرحمه واشيلها كده هوت وايه واهدها في يوم واحد. فانا متعود على كده، اللي متعود على النظافه والمتعود على الترويق والنظام. لو شاف قدامه حاجه مكركبه او حاجه منعكشه او الهدوم مش مطبقه او المواعين كتير في الحوض، ببقى مخنوقه وحاسه ان ورايا حمل او ورايا حاجه عايزه اقوم اخلصها. لكن لما تخلصي حاجتك كده هوت ويبقى وراكي بقى مذاكره الاولاد، عايزه تقراي في كتاب شويه، عايزه تمسكي المصحف شويه، يبقى كده بارك بارك رايق، مش قاعده في وسط كراكيب او تفتحي الدولاب تلاقيه. فانا في ناس بشوفها الدولاب عندها ده كله فوق بعضه، يعني متكركب والهدوم كلها مدهوله وفوق بعضها. مش عارفه ازاي انت بتبقى قاعده ماسكه التليفون او قاعده تتفرجي على فيلم والدولاب عندك متكركب كده، يعني مش هياخد منك ساعه، وانت لو محافظه عليه مش هياخد منك 10 دقايق. يعني انا على طول الدولاب دوت كل ما اغسل، يعني الواحد بيغسل كل اسبوع، ببص عليه بقى لو في حاجه مكركبه، لو الاولاد شدوا حاجه نعكشوها، لو جوزي بهدل حاجه اروقها. فعلى طول عندي الحمد لله الشقه نظيفه. عندي برضو من وقت للتاني بروق تحت السراير، من وقت للتاني بروق الادرجه. النظافه اليوميه، يعني في نظافه يوميه وفي نظافه اسبوعيه وفي نظافه كل شهر. يعني ممكن كل شهر تبصي فوق الدولاب، تبصي تحت السرير، كل اسبوع تشيلي كده هو الشيله اللي انا عملتها ديت في الفيديو وتروقي وتكنسي كنسه كويسه كده. كل يوم تروقي مكان الاولاد، تلمي الكراكيب بتاعتهم واللعب بتاعتهم والكتب بتاعتهم. يعني على حسب، يعني لو بتروقي كل يوم الترويق مش هياخد منك ساعه. لو منظمه نفسك كل يوم بتعملي حاجه برضو مش هتاخد منك وقت. يعني اليوم النهارده انا هروق الضرفه الاولى في الدولاب، بكره انا هروق الضرفه التانية. انا خلصت الدولاب اروق الادرجه، انا مثلا خلصت اوضه النوم هخش على المطبخ هروقه كويس جدا وانظمه وارتبه. اخش على مثلا المكان اللي بشيل فيه التموين وبرضو ارتبه واشوف ايه اللي ناقص واكتبه في ورقه عشان اجيب الاسبوع اللي بعده. فانت حياتك انت دي انت اللي تنظميها. يعني على الاقل جوزك مثلا لو عايز اي حاجه في اي وقت، مثلا يقول لك فين مثلا مكان المفك او فين مكان اللزق او فين مكان اي حاجه، تقولي له في المكان الفلاني، عشان انت ست البيت، انت المنظمه، انت شايله كل حاجه في مكانها. يعني عودي كده يكون في مكان مثلا الحاجات اللي بتستخدميها في التصليح، يكون في مكان للكتب، في مكان للعب الأولاد، في مكان كده هو للشرابات، في مكان للمشطة. فانت عودي ان انت شقتك على طول تكون منظمة. وبرضو ما تنسيش نفسك وما تنسيش العبادة والصلاة. مش كل حاجة برضو الترويق، يعني ولا دي قوي ولا دي قوي، ولا تبقي مهملة في بيتك ومهتمية بنفسك زيادة عن اللزوم، ولا تبقي مهملة في نفسك ومهتمية ببيتك زيادة عن اللزوم. حاولي تقسمي وقتك. يعني انا صحيت مثلا خلصت اللي ورايا، بعد كده هفطر الاولاد لان احنا كنا صاحيين الصبح بدري، الاولاد لسه ما فطروش. انا متعوده اصحى الساعه 7 الساعه 8. صحيان بدري بيكون فيه بركه وخير ورزق يعني. حاولي كده تصحي بدري وتخلصي اللي وراكي على الظهر كده. انا كنت مخلصه الشقه كلها الحمد لله. وكمان هخلص الحمام والمطبخ وكل حاجه، مش هيبقى ورايا غير الغدا. هنعمل غدا خفيف جدا، غدا اول مره اعمله في حياتي. انا متجوزه بقالي داخله على 12 سنه اهوت، عمري ما عملت القلقاس. واكتشفت كمان ان جوزي بيحبه، هعمله معاكم في الفيديو دوت. طلع طعمه حلو جدا، وكمان هخزنه معاكم وقولوا لي رايكم في تعليقات بقى انا عملته صح ولا عملته غلط. انا روقت كده الشقه كلها، وروقت اوضه النوم ولمعت المرايات وروقت الصاله وروقت اوضه الاطفال بس ما صورتهاش. وكمان وانا بروق كده فطرت الاولاد. وكنست السلم كله من اوله لاخره، ودخلت كل الفرش. انا بنفض الفرش على السلم، ما بحبش انفضه من البلكونه على حد ولا انضفه من وسط البيت، بحب انفضه على السلم وبعد انا انضفه عشان ما اذيش حد. يعني انت ممكن تنضفي تبهدلي وسط البيت ويكون الناس منضفين مثلا تحت، او تنضفي في الشارع على حد او على غسيل، لا انا بنضفه على السلم. ودخلته كله كده وطبقته عشان لو النطره عطرت ولا حاجه يكون الفرش جوه ما يتبهدلش
مني. وفرشت كده بفرش بطانيه على الوش عشان الاولاد كل شويه بيبهدلوا، فبشيل البطانيه دي بتكون خفيفه عليا. يعني مش كل شويه اشيل السجاده والشيله اللي انا عملتها من شويه دي، لا، اشيل البطانيه بس، تاني يوم اشيل البطانيه، بعد 3 ايام كده ممكن اعمل الترويقه دي تاني مره تاني. كده انا روقت الشقه كلها الحمد لله. وفاضل لي بقى حبه المواعين، ومحبه مواعين صغيرين، لان انا بغسل المواعين العشاء في ساعتها. غسلت المواعين كده وخلصت، وغيرت هدومي كمان. وبعد كده قلعت العبايه، يعني كنت لابسه عبايه، قلت بقى اخش انضف الحمام. وعايزه اقول لكم حاجه وانا بنضف لو تاخدوا بالكم من الحنفيه مكسوره. الطقم ده انا لسه مشترياه جديد ب 700 جنيه، بس للاسف يعني بقاله شهر ولا شهرين، ولقيت الطقم ده الكارثه ان هو مصنوع من بلاستيك. يعني تخيلوا طقم الحمام اللي المفروض يكون مصنوع من ستانلس، ألمونيا، حديد، نحاس، اي حاجه داخله جواه يعني، معدن، طلع مصنوع من بلاستيك. الايد اتكسرت، وببص في الايد بعد ما اتكسرت لقيتها معموله من بلاستيك. طبعا هو لو كان ألمونيوم او ستانلس ما كانش اتكسر خالص. فزعلت جدا ان حاجه مثلا تكون ب 700 جنيه، او دلوقتي بقى ب 1000 جنيه برضو. والدتي اشتريته برضو كسر معاها. زعلت جدا. ليه الناس مش بتتقن عملها؟ ليه واحد يصنع مثلا طقم يدخل فيه اي معدن عشان ما يتكسرش؟ يعني الواحد كل شويه ينزل يجيب طقم ب 700 جنيه. والله بقيت استخدم الحنفيه مكسوره زي ما هي كده اهو. خلصت كده الحمام. ادام خلصت الحمام، اخر حاجه بعملها طبعا بنضف الحمام. قلت بقى ايه، الظهر كان أذن. غيرت طبعا واتوضيت وطلعت بيجامه جديده، عشان هدومي اتبلت طبعا من مواعين ومن الحمام. وقلت بقى اصلي الظهر الاول. وانت بتروقي او بتشتغلي او اي حاجه، اهم حاجه يا جماعه الصلاه. دلوقتي انت بتصلي في بيتك على سجاده قطيفه وتحطي فيها برفان، لكن ما تعرفيش في الاخره هيبقى فيه ايه. فصليت الظهر كده وغيرت هدومي. وكده خلصت الحمام بتاعي، نضفته كله طبعا، وخلصت المواعين. هنخش بقى نشوف هنعمل غدا ايه. طبعا وانت بتعملي الاكل يكون كده لسانك فيه ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. لما تشغلي القرآن في البيت، ولما تكون انت محافظة على الصلاة، هتلاقي في بركة، هتلاقي في حاجات كده ربنا بيبعتها لك كده، هو كنت مستنياها في فرج. الهم اتشال من على قلبك، انت مبسوطة مستعدة لو انت توفيتي في اي وقت، او ربنا يعني قبض الروح كده، هو تكوني مرتاحة لان انت عاملة الفرض بتاع ربنا. فاهم حاجة الصلاة يا جماعة. انا كده جبت القلقاس، اول مرة في حياتي اعمل القلقاس من ساعة ما اتجوزت. جوزي اكتشفت ان هو بيحبه، او قال لي ان انت عملتيه مره قبل كده، بس انا بصراحه اول مره اعمله، مش فاكره ان انا عملته قبل كده. جبت كده 3 كيلو، يعني هم 2 كبار عاملين 3 كيلو. قشرتهم كويس جدا بصراحة. انا غسلتها، انت المفروض ان انت ما تغسلهاش، تنشفيها بس. لا، انا غسلتها وبعد كده نشفتها كويس جدا. طبعا التقطيع بتاعتها صعبة شوية، بس انا قطعتها مكعبات بالشكل ده ما شاء الله. هم كانوا 3 كيلو، بعد ما قشرتهم ادوني 2 كيلو. قسمتهم كده هوت، كل نص كيلو لوحده، وحطيته في كيس وهخزنه معاكم دلوقتي. والباقي تقريبا كان كيلو الا ربع، يعني نص ونص ونص، وكيلو الا ربع، يعني 2 كيلو وربع. قسمتهم في كيس كده هوت، وقلت اعمل معاكم السلق بتاعهم. بس السلق بتاعها ما طلعش اخضر قوي. قولوا لي ايه السبب في التعليقات لو انتوا تابعتوا الفيديو للاخر. دول هخزنهم بقى لرمضان ان شاء الله، عليكم خير يجي علينا ان شاء الله بألف صحة وهنا. وكان عندي شوربة فراخ طلعتها بالشكل دوت. وحطيت فيها القلقاس بتاعنا، وسيبناه يستوي لغاية ما سبحان الله هو كان ناشف قوي، ومجرد ما يستوي هيبقى طري زي الملبن. وجبت السلق كده هوت، وحسمة كزبرة، وحطيتها وهضربها في الكبة كويس جدا لغاية ما تبقى ناعمة معايا. في ناس كانوا بيقطعوها ويشوحوها على طول من غير ما يضربوها في الكبة، وانا قلت اضربها في الكبة. ضربتها كده اهو لغايه ما نعمت معايا خالص. بصوا اللون اخضر جميل، بس لما جيت عملت القلقاس وحطيته على الشوربه ما كانش اللون اخضر جامد قوي. بعد كده هعمل حبه لسان عصفور، وكان عندي كمان محشي، كان عندي حبه محشي بايتين، قلنا نسخنهم جنب الاكل ورضا على كده. وجبت القلقاس بتاعنا كده اهوت، وشوحت على النار بمعلقه سمنه كبيره، وهنزل بمعلقه توم، عليها معلقه فلفل، برضو فلفل اخضر ضربته مع التوم وحبة كزبرة ناشفة، وحطيت حبة سمنة تاني عشان التوم بتاعنا يتحمر. هقلب كل دوت كده مع بعضه.
لغايه ما يتشوح معانا خالص ويدبل خالص السلق والكزبره والثوم بقى يتحمر. وبعد كده هحط ايه، هقسمهم لاربع تربع. يعني انا كنت عامله حزمتين سلق وعليهم معلقتين كبار ثوم. قلت الكميه دي كبيره على مره واحده، قلت لا هحاول اقسمها على 3 مرات او 4 مرات. لما لقيت بقى حطيت كده 3 معالق حلوين. لما لقيته اللون بتاعها مش اخضر قوي، حطيت معلقه تاني. بس طعمه كان حلو جدا، ريحة الشوربة كانت جميلة جدا. يتاكل كده حاف بمعلقة، يتاكل جنب الرز. جنب كان بصراحة كان عايز لحمة او فراخ، بس الحمد لله رضا. خلصته كده هوت. وكمان شلت معلقتين هعملهم ايه، حاولت يعني اشيل القلقاس بالخضرة بتاعته، عشان ما اجيش مثلا اعمله وما الاقيش الخضرة او انسى او ابعت حد يجيب لي، لا كده يبقى اسهل. فقسمت دول على 2 بس، والتالتة بقى ان شاء الله اجيب لها واوضب لها كده هوت واشيله لها في الفريزر. هشيله كده جاهز ان شاء الله في رمضان نعمله مع بعض. كان عندي كده حبة محشي حلوين وحبة فراخ يعني. كام حتة فراخ حطيت جنبيهم القلقاس وكمان اللسان عصفور. بألف هنا والشفا طبعا على قلب اللي هياكله. ده الغدا بتاعنا النهارده. اتمنى طبعا لو كملتوا معايا الفيديو للاخر تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.